من اليوم زيد عيش غرامك للسي اس اس مع عرض سي اس اس موبيل. تكلم بعزل سوام وتمتع ب 300% بونيوس ابي نحو كل المشغلين على كل عملية شحن ابتداء من دينار، وكل ما تفوت 10 دينارات استهلاك عندك 700 ميجا 3 جي بلس هدية. سي اس اس موبيل، غرامنا يتكلم. حكايتك بينا تكبر وتزيد، حكايتك بينا كل عام تتكتب من جديد، ومع بعضنا نكملوا الحكاية. كل اللي حضروا كلهم يعطيهم الصحة وسوسيوس معناتها أوروب اليوم يظهر لي قاعدة تقدم من تقريبا 25 اليوم ونيا 170. أجواء ممتازة، ناس متحمسين يخدموا في جمعيتهم، صافي بليزير تشوف دي جون هكا واقفين وراء جمعيتهم وحاسين باللي سوسيوس تنجم تعاون برشا سي اس اس واللي تنجم تقف مع جمعيتها. عندهم بروجرام ممتاز بالنسبه للمستقبل، ونحس اللي سوسيوس اوروب معناتها باش تدخل مرحله جديده ان شاء الله في عمل اخر باش ينجم يعطي اضافه كبيره للسي اس اس، وخاصه انهم عندهم برامج كبيره وباش يعطيو ديزافونتاج زاده للي يكون في سوسيوس ويجم يستفاد من الانخراط نتاعو. زاده كيف معناتها تحس اللي اجواء بيناتهم ممتازه، وتحس اللي الناس كلهم موتيفي ويحبوا يعطيو البلوس، وهذاك اللي نحبوا عليه. وحضرت خاطر ريالمون اللي نحس الناس هذوما رغم اللي بعاد على تونس على الاقل عندهم جمعيتهم واقفين معاها ويحبوا يكونوا معناتها من الناس اللي فاعلين في مسيرة السي اس اس، وهذا مش حاجة غريبة على أولاد السي اس اس الكل وخاصة سوسيوس. بخصوص توتر العلاقة في الفترة الأخيرة بين الهيئة المديرة ومجموعة من الأحباء، شو نجم يقول السي عبد الناصر؟ الهيئة المديرة جاية باش تخدم الجمعية كما الأحباء جايين باش يشجعوا جمعيتهم، ما يلزمش تكون بيناتهم معناتها خلافات، لأنه الهدف هو واحد، الهدف هو أنه الناس كلها عندها هدف أن الجمعية تكون في أحسن ظروفها. كل الجمعيات الكبار تتعدى بظروف صعيبة، الأحباء لازم يتفهموا هذايا، والهيئة تحاول أن ترتقي بالعمل نتاعها باش تكون السي اس اس في أحسن حالاتها، حتى كي تصير بعض المشاكل ولا يعني العطاء نتاع اللاعبين او الجمعيه ما تكونش نتائج طيبه، يلزمنا نخرجوا فيسع من فتره الفراغ هذه باقرب وقت وباقل كما نقولوا خسائر. فما ناس ممكن ساعات بالنسبه لها تستغل الجماهير وتحاول ان تقلبهم وتدخلهم في تصفيه حسابات، هذا اللي ما يلزمش يكون، وهذا اللي احنا نحسوا به ان الجماهير بالعكس هي تحب جمعيتها وتحب كان تقف معاها. فما ناس تستغلها وهذا تحاول ان تستغلها، وهذا معناتها سلاح اللي يستعمله معناتها يجم يرجع ليه، واخيب حاجه تجم تكون ان شاء الله. بعض الاحباء لان الاحباء كلهم يحبوا جمعيتهم وريناهم كلهم واقفين وراء جمعيتهم ويشجعوا فيها، وهذا اللي نحبوا نقولوا لهم معناتها ما نحبوش يشجعوا الاشخاص ولا يكونوا وراء اشخاص، يكونوا وراء الجمعيه بقطع النظر على شكون هم الاشخاص اللي ماسكينها اليوم وغدوه. السي اس اس موجوده قبلي انا، موجوده اليوم، موجوده بعدي انا، موجوده الالاف السنين باذن الله. يلزمهم يقفوا وراء جمعيتهم، ما يلزمش ينقادوا وراء الكلمات المغرضه ولا الحاجات اللي هي تجم تعكر صفو الجو العام، لان الكره راهي ما يشكن في التران تتلعب زاده بالاجواء اللي محيطه بالملعب، والناس اللي زاده عندهم بعض اشكاليات مع مسؤولين او مع بعض اشياء يلزمهم يبعدوا تقريبا على حشر الجمعيه في مشاكل شخصيه، لان ما تفيدش الجمعيه. اللي راه انه اقل جمعيه عندها مشاكل كما هكا هي السي اس اس بارابور جمعيات اخرى، ولذا ان شاء الله زاد الفتره هذه تعديت. الاسبوع الفارط طبعا معناتها القيام بجلسه طارئه، اجتماع طارئ لتطويق الازمه، لو كان تعطينا اهم النقاط اللي خرج بها الاجتماع هذا. الازمه كما قلت هي
أزمة متاع نتائج أكثر منها حاجة أخرى. نتائج أنه النادي الصفاقسي دخلنا في تغيير المدرب والإشكاليات اللي وقعت، بعض الإشكال اللي وقع فيما يخص مباراة قفصة، وفما شكون قال رئيس النادي قبل باش نلعبوا رغم اللي فما إمكانية تأخير المباراة. هذا وضحت للناس الكل وسألنا الناس الكل أني ما كنتش وراء تعيين المباراة، بل بالعكس ما كانش في بالي جملة أن التأخير نتاعها مباراة قفصة اليوم 2 أبريل. ما كان عندي حتى علم. اتفقوا لو من الممكن معناتها نفسحوا على الاسماء باش للتوضيح معناها. لا يعني انا بالنسبه لي ما عندي حتى علم. كان الموافقه ما بين المدرب وما بين ناصر البدوي وما بين رئيس الفرع وما بين النائب الاول الرئيس وما بين يعني الكاتب العام. اتفقوا هما وبعثوا برساله انهم يقبلوا فيها انهم يلعبوا بلاش اللاعبين الدوليين، وهذا معناتها مراسله صارت رسميه اللي انا ما خذاوش حتى رايي فيها، وهذا مش معناتها ما خذاوش رايي يعني مانيش موافق. معناتها اذا كان هما خذاو قرار هذاك هو يلزم يمشي. وبعد فما ناس اللي قالوا لا والله هو فما مباراه هذه رئيس النادي طلب باش نلعبوها. انا عمري ما طلبت باش نلعبوها بدون الدوليين، هذا قرار خذاوه هما. وفما ناس يعني استغلت الظرف هذايا، وفما برشا كلمات وقعت اللي هي ما تفيدش النادي، ودخلنا روحنا في دوامة على حتى شيء. معناتها دوامة نتاع تغيير المدرب ومن بعد الكلمات اللي صارت على تبديل المدرب، والمدرب بعناه والمدرب باش يمشي ندر الوين وكذا. ومن بعد دخلنا وهذاك خلات الملاعبيه بيدهم خرجوا تقريبا من التركيز نتاعهم، لانه المدرب سمعوا به اللي هو تباع وخرج وما خرجش وكذا، ولاو مش مركزين. جات المشكله هذه الثانيه كيف دخلنا في متاهات خلات معناتها الاجواء تتعكر. وهذاك هو الكره كما قلنا، معناتها الكره ماهيش كان على الميدان. وزاد كيف حسينا من مده اللي راهو الفريق قاعد يوخر بالتوالي، وقاعد معناتها فما اشكال فيما يخص العطاء نتاع اللاعبين. وهذا ماهوش كان من اللاعبين برك، معناتها فما زاد الاطار الفني عنده مسؤوليه في هذا. وهذاك علاش معناتها صار التغيير. اهم شيء اللي خرجنا به هو ان نقدموا قدام، ان ننظروا لمصلحه الجمعيه، ان النادي الصفاقسي فوق كل المشاكل الشخصيه. وقدمنا وان شاء الله نعتقد انه النادي الصفاقسي في الثنيه الباهيه توا. فما مدرب جديد، فما بالنسبه جو للمدرب جديد. الجديد معناتها لو كان تعطينا اكثر توضيحات معناتها بخصوص العقد، الاهداف والمده. احنا بالنسبه لنا العقد باش يكون عام و3 أشهر باش يكمل الموسم هذايا، ويكون السنه القادمه عام كامل. ولما لا باش اذا كان نتائج، انا نتصور انه باش يكون مدرب باش يخلي بصماته على الفريق، مدرب كفء، مدرب معروف معناتها شكون مدرب عنده طريقه عمل ممتازه، عنده برشا كاريزما تحس به يعني انسجم مع اللاعبين. اللاعبين يحسوا ويراوا لي فما حاجه جديده ضافت لهم، فما تمارين معناتها في مستوى اخر. النتائج كما تعرف ماهيش باش تجي بسرعه، فما نقائص في الفريق اللي هو بيدو اشار لهم، اللي بعض الانتدابات يلزمها تصير. فما بعض اللاعبين اللي معناتها ممكن ياسر. هل تم تحديد بعض الاهداف معناتها في العقد؟ الاهداف هو ان نتعداو تو المرحله هذه نتاع الشامبيونز ليغ، ومن بعد تصير الانتدابات اللي ما زالت ناقصتنا، وقدره ربي من بعد المرحله الاخرى اللي هي باش تكون معناتها اللعب على الادوار الاولى بالنسبه للشامبيونز ليغ بالنسبه للسنه القادمه، ولما لا اللعب على البطوله بالنسبه للموسم القادم واستكمال كاس تونس. هذوما تقريبا الاهداف اللي نجموا نخلطوا لهم. لكن زاد ماهوش بالفريق اللي عندنا هذايا برك، لابد من تطعيم الفريق بعناصر فاعله وتقديم اضافه كبيره. واللاعبين هما بيدهم اللي موجودين لابد انهم يرجعوا لمستواهم، واللي مش باش يكون معناتها يرجع لمستواه معناتها ما ينجمش يستحق بلاصه، مش باش يلقى بلاصته في الفريق الاول. بالنسبه في الفتره الاخيره معناتها طبيب الفريق توترت العلاقه بينه وبين مجموعه من اللاعبين، معناتها الفحوص معناتها ديما تكون خاطئه وتشخيص الاصابات معناتها ما يكونش دقيق. طبيب الفريق انسان معناتها يخدم في خدمته كما تعرف. الطبيب ساعات فما حاجات يشوفها هي اشياء انه في عوض جمعه يقول لك مثلا خليه 15 يوم على الاقل ياخذ راحته كما يلزم، الاصابات كذا. لكن الطبيب الفريق ما يلزمش يكون وحده هو المسؤول على الامور هذه، يلزم زاد المدرب عنده كلمته باش يتبع
العناصر هذه باش يفهم نوعيه الاصابات، باش هو بيدو ينجم عنده تجربه اكبر في لكن مستوى الاشكاليات اكثر باش هذه ولات ينجم متواتره في الفتره الاخيره. لا 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 بالعكس ما فما حتى بالنسبه للعلاقه مع اللاعبين ولا انعدمت الثقه. لا والله ما بون فما يمكن لاعب او اثنين فما بعد صارت معاهم بعض اشكاليات في وقت معين، لكن ما نتصورش انه فما اشكال من النوع هذايا، وما فماش معناتها مشكل كبير ما بين طبيب الفريق وما بين الواحد. الراجل هذايا انسان كفء يخدم على روحه، لكن زاد كما تعرف في كل انسان يلزم متابعه يلزم كذا. عندنا رئيس فرع سي احمد قيراط اللي هو انسان لما هو بيدو طبيب وقاعد يقوم بدور كبير في النادي الصفاقسي، وقاعد هو بيدو يأثر في المجموعه هذه، وفما عنده زاد كيف رؤيته، عنده زاد معناتها قرارات انه ينجم ياخذها في اي وقت باش يكون معناتها اخذ راي ثاني اذا كان يلزم، وطبيب بيدو موافق على الشيء هذا. هو اكثر ما صار معناتها في محمد علي منصر وقت اللي هو بيدو قال ماذا بيا نشوفوا ناخذوا راي اخر، وفهمت الحقيقه معناتها الاجواء داخل الهيئه ممتازه وداخل الاطار الطبي والفني خاصه في الفتره هذه نعتقد ممتازه جدا. وقت اللي يكون اطار فني معناتها كبير وعنده رؤيه كبيره وعنده معناتها درايه بعالم كره القدم، وباش يكون كل ما يحيط بالفريق تحس اللي الامور تتغير وتتبدل. اليوم نشوفوا الكوميونيكاسيون ولات تتعدى ما بين الناس الكل، وهذاك اهم شيء وهذاك اللي باش يخلينا نقدموا. في الختام الرساله اللي تحب توجهها لاحباء نادي صفاقسي وباش تنجم توعدها معناها؟ وانا بالنسبه لي النادي الصفاقسي راهو معناتها مسؤوليه وامانه في عنق الناس الكل. معناتها النادي الصفاقسي راهو اذا كان ما يكونش التفاف الناس الكل وراه، والناس الكل حتى بالكلمه الطيبه اللي نجم يعاون بالامور الماديه يعاون، اللي نجم يكون معناتها فاعل يعطيه الصحة كما نشوفوا في اللي قاعد صاير في سوسيوس، في لجنة الأحباء اللي يشترك في سوسيوس، في CSS موبيل اللي معناتها قاعد يقوم بدور الجمهور اللي قاعد يحضر ويشجع الآخر لحظة اللي يجيو في من وقت معناتها من بعيد من كذا. هذا كيفاش النادي ينجح وكيفاش يكون معناتها واقف على جمعيته. احنا اللي نجموا نوعدوا به أنا نعملوا كل ما في وسعنا لمصلحة النادي ولأخذ معناتها النادي باش يكون معناتها دائما على البوديوم. خذينا على عاتقنا شيء، قلنا اخويا CSS ما يلزمش يجي عام يلعب على تيترو 10 سنين غايب، يلزم لابد ديما موجود. راك شفتوا في 3 سنين معناتها لعب 2 فينال كوب دو تونيزي، لعب سوبر كوب، لعب فينال كوب دو لا كاف، لعب شامبيونا، ديما مراهن جدي على الشامبيونا. لعبنا دومي فينال في تشامبيونز ليج، ماذا بينا رانا خذيناها. ما فما حتى نادي لعب عليها اول عام وخذاها، فما برشا انديه قعدوا 4-5 سنين. ان شاء الله احنا اذا كان ربي وفقنا في الفتره الجايه وتعدينا لدور المجموعات ان شاء الله السنه بالانتدابات اللي لازم نعملوها بالاطار الفني يمكن اللي جا ولو متاخر شويه، ان شاء الله نجموا نوعدوا ان الشامبيونز ليج نمشيو بها لبعيد ان شاء الله ولما لا نتحسوا عليها. لكن كل شيء مربوط بالفتره الجايه وبالترشح الساعه للدور المقبل قبل كل شيء. شكرا لك سي لطفي وان شاء الله بالتوفيق. صح.